في حادثة نادرة أظهرت تعاطف السكان. جرف زلزال قوي في قاع البحر بالقرب من سواحل روسيا. حيتان بيضاء ظلت طريقها وسط الاضطرابات تحت الماء، حيث وجدت الحيتان نفسها على الشاطئ تحت رحمة السكان المحليين الذين هرعوا لإنقاذها. حيث يسمى الحوت الأبيض كذلك بكنار البحر، لأنه يصدر مجموعة متنوعة من الأصوات، كما أنه يتغذى على الأسماك والرخويات والقشريات. ويدعى صغيره العجل، وليس له زعنفة ظهرية، ورأسه المستدير قابل للحركة، وموطنه الأصلي البحر الأبيض المتجمد. في حادثة نادرة أثارت تعاطف السكان، حيث جرف زلزال قوي في قاع البحر بالقرب من سواحل روسيا. حيتان بيضاء ظلت طريقها وسط الاضطرابات تحت الماء، حيث وجدت الحيتان نفسها على الشاطئ تحت رحمة السكان المحليين